حبابه شلون بدي انحف؟ جاي تسال وحده وزنها 105 دخيل الله الطش بهاي الساعه على راسك انحفك 60 كيلو وانت واقفه، شلون يعني شلون تريد تنحفين؟ ما ادري ولا يهمنا الموضوع ولا اريد افكر بيه. تخيلي عادي انا قضي حياتي بس دا انحف واسمن، العالم وصلت للقمر واحنا مقضيات حياتنا بس نريد ننحف ونسمن، روح انحفي لحالك انا ايش دخلني؟ والله ها نعيش على الهواء الطلق، على الاكسجين، احنا كل حياتنا يا معجنات يا زيت يا سمنه، اكل الدايت ما هذا ما نعرف من وين يشترونه، اكل الدايت ما نعرف منين يشترونه، احنا اذا قررنا نسوي دايت نعيش على الخس 24 ساعه نعفش خس، يجي تالي النهار ندوخ ونقبر من الجوع. احنا دفتنا على مطعم وطلبنا سيسر سلط مدري شنو سيزر سلط مدري شنو هاي السلطه تبعيت الدايت، تمام؟ هاي بس تنصورها هاي مقبلات نعتبرها، هاي نفتتح بيها الطاوله بعدها تبلش تنزل الطلبات الثانيه. ذاك النهار وحده بعثت لي جدول غذائي، جدول الضرب اسهل، عندي استعداد احفظ جدول الضرب ولا اني احفظ هذا الجدول اللي بعثت لي 150 جرام صدور الدجاج، وها وانا اطبخها بالله بالقلايه الهوائيه، احنا زيت القلي حاطينه بفرن المطبخ من قريب، وتطلعين تقلين بيه ترجعينه على الفرن. نص المجتمع العربي يتعامل مع زيت القلي بهاي الطريقه، يقول لك لا هذا زيت ما بعرف شو حبي، هذا زيت بيه طعمه منكه بيه كل الطعمات، تقلين بيه بطاطا تطلع ليش طعمة كبة، تطلع ليش طعم الدجاج، تطلع كل الطعمات موجودة بيش، عرفك انت ما تفهمين. تشكيلة واسعة من النكهات تلاقينا بقلب الطبخة. بايكي شو مني؟